السيدة مبدعة حقاً. ربما لم يسبق لك أن حضرت الدجاج بهذه الطريقة من قبل. أولاً، تقوم بتقطيع صدرين من الدجاج إلى مكعبات صغيرة وتضعها في وعاء، ثم تفرم نصف بصلة وتضيفها. لتتبيل، تضيف بعض الثوم المعمر، ملعقة كبيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من الأوريغانو، وملعقة صغيرة من البابريكا. تخلط كل شيء جيداً حتى يكتسب الدجاج النكهات. في وعاء آخر، تخلط 3 بيضات مع 200 غرام من جبن الموزاريلا وكوب من كريمة الطهي الثقيلة. توزع الدجاج في صينية الفرن، ثم تسكب خليط الكريمة والجبن فوقه وتفرده جيداً ليغطي كل المساحات. بعدها، تقطع حبة طماطم شرائح وتضعها على الوجه. تدخل الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 180 مئوية 356 فهرنهايت لمدة 30 دقيقة. عند إخراجها، يكون الوجه مقرمشاً والجبن ذائباً والطماطم تبدو طازجة. أما الطعم فهو كريمي غني ومليء بالنكهة. طبق مثالي لعشاء عائلي سيعجب الجميع.